ال AI الأخلاقي أو الethical AI هو أحد أنواع تطبيقات ال AI اللي بتخلّيك تراعي شوية مفاهيم. من أهم القواعد اللي محتاج تراعيها فكرة إن الdata اللي أنت بتستخدمها تكون data حقيقية، تكون data دقيقة، ما تكونش ليها علاقة بأي ميول من أي نوع ولا تكون ليها انحياز لأي حاجة. ومن العوامل دي كمان إنك تراعي دايمًا الprivacy أو خصوصية الdata اللي بتستخدمها، ومحتاج كمان يبقى عندك transparence أو شفافية مع الناس المسؤولة عن ال AI دوّة أو الناس اللي كلّفتك إنك تعمل لهم ال AI ده، بحيث إنك أنت يبقى واضح جدًا من البداية أنا بامشي بالطريقة الفلانية، باعمل الحاجة العلانية، فخلاص يبقى في transparency ويبقى في اتفاقات من البداية على كل حاجة هتتعمل في ال AI ده وكل حاجة هيتم استخدامها. كمان المسؤولية، إني أنا لازم أكون عارفة لو حصلت مشكلة المسؤولية هتبقى عند مين؟ مين المسؤول الAI والّا أنا كdeveloper والّا الشخص اللي قال لي اعمل والّا الشركة والّا مين بالضبط؟ فمحتاجين نكون عاملين setting الأول الresponsibilities والaccountability كل واحد مسؤول عن إيه ومين اللي هيتحاسب وإيه الrules بتاعتنا وإيه القواعد. حاجات كتيرة أوي المفروض نراعيها لمّا بنيجي نعمل AI عشان يبقى ethical AI، مش بس إن إحنا نستخدمه وخلاص ولا إن إحنا يبقى مبسوطين عندنا AI وخلاص، لأ، في حاجات مهمة جدًا لازم نراعيها في الموضوع ده.